بتعرفوا شو بدها البندوره الخمير؟ بدها اكله مدلله. كملوا معنا الفيديو للاخير. لما يكون في عندك بندوره خمير مثل البندوره، طبعا احنا ما حنقشرها، حنقطعها بشرتها، الا اذا المعده ما بيواتيها الاكل الثقيل بنقشرها ساعتها. بس بدنا نسوي اكله على السريع وتكون مدلله ومشكلسه. بنجيب الطاجن الفخار، بنزت عليه البندوره، بنكبسها لتحت. كم حبه فليفله خضراء بنقطعهم ناعمين، بس بنشيل البذر من قلبهم. بنحط الفليفله عليهم. وبالنسبه للبصل، على حسب الرغبه بنحط الكميه. كل ما ظبطت لها بصلات، كترت لها الدهنات، تطلع اكله مسقسه ومنغنغه. وهي البصلات بنحطهم على الوش، يا عيني. وبالنسبه للدهنه بنحط لها شرحه دهنه فوق منها، يا عيني يا عيني. ها، هي الدهنه بنوزعها على الوش مشان تطلع البندورايه مسقسه بالدسم. والبهارات تبعنا رشه ملح ورشه فلفل ابيض. اما القرفه طعمه وريحه كثير مميزه بقلبها. وهلا بنغطيها بالقصدير، بنفوتها على الفرن لمده 45 دقيقه لحتى شو تذوب البندورايه والبصلايه مع الدهنه تتنغنغ وتتنهنى. يلا على الفرن. بعد ما طلعت من الفرن جبنا نص كيلو لحمه، حطينا له 20% دهنه، بنعمل لها رشه ملح ورشه فلفل ورشه كبابه صيني مع شويه جوز الطيب. هيك بتطلع الاكله تبعنا، يا سلام. اذا ما عندك كبابه وجوز الطيب ممكن تحط لها 7 بهارات، وهذا موضوع اختياري. هي اللحمه طيابتها ملح وفلفل، بس الكباب الهندي بدها شويه كبابه صيني او بهار حلو، شويه جوز الطيب، تاكل شغله قبها. ولما بدنا نزودها على الصينيه بنمسك الطابه، بنعملها اصابع بايدنا هيك وبنمدها. شوفوا لي اللوحه الفنيه ما احلاها. حنروح فيها لوين؟ على الفرن سباحه. يلا مع بعض. لا تطولي، جوعتينا، عم نستناكي. خلينا نشوف الصينيه شو صار فيها. ما جعتوا؟ يا عيني. شو هالدهب هاد؟ هي طبعا احنا سحبناها وقلبناها بالعكس حتى استوى الوش الثاني. ولا شو رح نعمل؟ رح اجيب خبزه نغطيها مشان المصلحه العامه، الناس بيطلع شكل مرتب ومدلل ومدوزن، ويا عيني يا سلام. شوفوا الخبزه ما احلاها. حنفوتها شوي على الفرن مش فيها ونرجع لكم. طبعا ما رح ننسى رشه السمسم وحبه البركه، تعطيها شكل كثير حلو، ونفوتها على الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شو هالدهب ها؟ طبعا ما رح ادوق او حروق حالي مثل المره الماضيه، بس شوفوا لي قطعه الكباب الهندي اللي منغنغه ومسقسه هيك بالصلصه تبعها. ولا اللي شايف اللي شو ساوت؟ شايفين الزيت هذا والدسم هي السمنه تبع الدهنه. بس ما رح ادوقها هلا قدام الكاميرا لان المره الماضيه حرقنا تمنا. حنستنى شوي لتبرد، تمام، وندوقها هي وبارده بتبين الطعم اطيب واكثر. شرفونا بمحلنا الجديد بمدينه 6 اكتوبر. اسم المحل مأكولات بشهي، وعنواننا مو بس اسم المحل بشهي، كمان الاكل شيء بشهي. منتظرينكم. تحياتي لكم متابعين الشيف انور، والسلام عليكم.